ايه اكتر حاجة تخلي ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك جند من جنود البركة؟ تنام عدد ساعات قليل وتقوم فايق، تذاكر عدد ساعات قليل وتخلص كم كبير، تاكل قليل وتشبع. بيوت فيها بركة اللي هي عندها طاعات الخلوات. يا ريت كل واحد يسأل نفسه سؤال: لو انت قاعد في مكان لوحدك، في بيتكم لوحدك، اول حاجة بتفكر فيها طاعة خفاء ولا ذنب خفاء؟ لو انت بتفكر في ذنب خفاء، انت بتلعب في عداد البركة بتاع حياتك. انت اصلا كشخصية بتكون منبوذ من الناس. من خاف الله اخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. تيجي تمتحن خايف، تحضر الدرس مفيش نفس، منزوع البركة من حياتك. ليه؟ دور على نفسك وانت ماسك تليفونك وانت لوحدك، وبتأمن يمين وشمال هل حد قاطع انا بعمل ايه ولا لا. مش فارقة معاك على فكرة، في حاجة انت مش مدركينها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان مفيش واحد على كوكب الارض من يوم الخليقة الا وربنا هيسأله السؤال ده: اجعلتني اهون الناظرين اليك؟ فاكر ربنا هيسألك يوم كذا ذنب كذا. كل اللي كان فارق معاك ان ابوك وامك مش شايفينك والناس مش عارفينك، وما كانش فارق معاك ان ربنا شايفك. وبتعصي ربنا عشان ايه ولا عشان مين؟ عشان حد؟ انت حاطه راس ابوك وامك في الوحل عشان خاطر ولد؟ وانت مزعل ربنا منك عشان خاطر بنت؟ مع انك انت لو مت النهارده ودخلت قبرك، هي اول حاجه هتفكر فيها او اول حاجه هيفكر فيها مين البديل. وعود نفسك طالما انت في حياتك عند اي حد ليك بديل، انت انسان مالكش سعر. اي حد ليه بديل ملهوش سعر. الحاجه الوحيده اللي ملهاش بديل هي الخالق. فاوعى تخسر ربنا عشان اي حاجه، هتتنزع منك البركه. لو اتنزعت منك البركه هتفضل تشتكي زي كتير منكم بيشتكي، تبقى انسان منزوع البركه. دي واحد. اتنين، الناس اللي قاعده قدامي ثلاث فئات. انا النهارده بوجه كلامي لفئه معينه. الفئه اللي هي اتعطلت. في ناس اتعطلت بمزاجها، وفي ناس اتعطلت عشان هو اول واحد في بيتهم ثانويه عامه، وفي ناس اتعطلت بعدم الخبره. اللي عطل نفسه بمزاجه ده ملوش كلام غير الكلام الاولاني: صلح اللي بينك وربنا. اما اللي اتعطل غصب عنه، اسمع الحكايه دي. اللي اتعطل ايه؟ اللي اتاخر غصب عنه نتيجه ظروف ملوش دخل فيها. صلى على سيدنا النبي. من اروع قصص السيره بل اعجبها قصه ارضاع النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كانت بتتباهى بالولد، بخلفه الولد، ولازم الولد عشان انا اتباهى بيه يكون فيه صفتين: يكون قوي الصرعه، مصارع قوي، فصيح اللسان، او احدهما.